السلام عليكم. فيلمنا قصة حقيقية وقعت في الأراضي الأمريكية سنة 1863. هذا الشخص هو بيتر، عايش مع مراته ووليداته في هذه المزرعة لإنتاج القطن. بيتر كيتوادع مع مراته دابا وعائلته حنت صاحب الفيرما باعو، لحقاش في هذه الوقيته أي واحد كان لويا كان عبد في أمريكا. بيتر وصى مراته تهلا في راسها وترد البال لولادها، ووعدها باللي غادي يجي نهار ويرجع لعندهم. وهنا دخلوا الحراس باش ياخذوا بيتر معاهم. ولاد بيتر بداو كيبكيو وطلبوهم باش يخليو بيتر معاهم، ولكن الحراس بداو كيجروا في بيتر، وبيتر حتى هو ما كان ساهل وضرب واحد فيهم. ولكن واحد من الحراس جبد الفردي وحطه على الراس ديال مرات بيتر، قال ليه تزيد تحرك نطير ليها الراس ديالها. تما بيتر تكمش وبرد فيه الدم ومشى دخل القفص باش يدوه معاهم. ملي تمو غاديين ولد بيتر تبعوه بدا كيبكي، قال ليه بيتر غادي يجي النهار اللي يرجع عندكم غير ما تبقاش تبكي. شدوا بهم الطريق وكان بيتر مقلق بزاف، ضربوا واحد المسافه طويله ومن بعد وصلوا لواحد المعسكر اللي غادي يخدموا فيه. وهنا الحراس غادي يكونوا زامتين اللعب ممنوع حتى توقف تحك راسك، وما كاينش الرحمه ورابطينهم بالسلاسل. هنا بيتر عرف بلي غادي يخدموا يصايبوا السكه حديديه، وهذا المعسكر دايرين به بزاف ديال الصياده، اختصاصهم يقتلوا اي واحد حاول يهرب، لدرجه ان واحد من الحراس قتل واحد غير حيت وقف يتسارح، ودايرين لهم هذا القفص من الخشب باش ينعسوا فيه. بيتر خدموه يهز الاشجار اللي مقطعينهم ويديهم لبلاصه السكه الحديديه، والشجر كان ثقيل بزاف وصاحب بيتر طيح الشجره. جا ليه الحارس ضربه، ولكن بيتر تدخل وبغى يعاون صاحبه. تما الحارس تعصب وجبد الفردي حطوا بيتر على راسه وقال لي المره الجايه تعلم تدخل سوق راسك ولا غادي نشيل لك الراس ديالك. في هذا الوقت جاو الصيادين ومعاهم واحد خونا اللي حاول يهرب البارح سميتو جون. جارين وراهم على ظهره وهما راكبين على الخيل ديالهم. غادي يجي الرئيس ديالهم فاصل وغادي يحط عليه واحد القطيب سخون مطبوع عليه كلمه هاري، وفي الليل غادي يدخلوه عند صحابو القفص بعد ما شبعوه عصا وعذبوه مزيان باش يكون عبره ليهم وربطوه تما. وهنا صاحبو توماس بقى فيه الحال وبدا كيبكي. بيتر في هذا الوقت تدخل وبدا كيواسي فيهم ويصبرهم باش يقدر كل واحد فيهم يرجع لعائلته، وقال لهم باللي غادي يجي النهار اللي كل شيء غيولي فيه احرار. والغد ليه هما خدامين. بيتر سمع الحراس كيهضروا بشويه على الرئيس لينكولن اللي عطى الامر ديالو باش يحرروا كاع العبيد وغادي يجمعهم في شي مدينه باش يعيشوا حياتهم احرار حتى هما. هنا بيتر رجع فيه شويه الامل، وفي هذه اللحظه جا واحد من الحراس بدا كيتعدى على صاحب بيتر توماس. بيتر تقلق بزاف وبدا كيخنزر فيه، الشيء اللي طلع الدم للحارس. بيتر تما غادي قاصدو باش يعاون صاحبه، ولكن الحارس ضربه وجبد الفردي بغى يتيري فيه. في اخر لحظه حبسوا القائد ديالهم فاصل، حيت بان لي بلي بيتر حوفر وكيضرب تماره وغادي ينفعهم. ملي رجعوهم للقفص ديالهم جا فاصل عند بيتر وقال ليه انا عتقتك من الموت وانت دابا وليتي عبد ديالي. ولكن بيتر رد عليه الهضره وفاصل طلع عليه الدم. والغد ليه ربط بيتر وربط قدامه الكلب ديالو باش يعقل مزيان على ريحه بيتر في حاله حاول يهرب. هكا الكلب غادي يلقاه بالزربه. ومن بعد بيتر مشى يخدم، بدا يعاود لصحابه على الهضره اللي سمع من الحراس على تحرير العبيد، وباللي ما باغينش هضره الدور باش نبقاو عندهم عبيد وخدامين حياتنا كامله هنا. وقال لهم باللي المدينه اللي هضر عليها الرئيس بعيدا من هنايا 5 ايام ديال الطريق. وفي هذه اللحظه تفاهموا هو وصحابه واتفقوا باش يهربوا كاملين من هذا المعسكر ويمشوا لهذه المدينه اللي هضر عليها الرئيس باش يولوا كاملين احرار. ناضوا يكملوا الخدمه وراسهم عامر بهذا البلان ديال الهروب. وهنا واحد من الخدامه مات، والحارس قال بيتر يهزوا يلوحوا في الحفره فين كيلوحوا اي عبد مات. وبدا بيتر كيردم عليه حيت ريحته ما عطاتش. وهنا بيتر حس بالغدر من الحارس وهو يضربه بواحد الباله اللي كان كيردم بها وطير ليه واحد الموس عنده وهرب. تما ناضت الروينه في المعسكر والعبيد كلهم بداو كيجروا باش يهربوا، ولكن هنا الحراس والصيادين بداو كيتيروا في اي واحد حاول يهرب وقتلوا بزاف ديال الخدامه. بيتر تضرب في رجله ولكن هرب. وهنا فاصل جمع الحراس وطلق الكلاب باش يشدوا بيتر وصحابه اللي هربانين في الغابه. بيتر من الطيور اللي دايزين في السماء عرف الطريق اللي خاصهم يمشيو منها، ولكن الكلاب شمات ريحتهم وكانت قريبه منهم وتابعاهم. ووصلوا لواحد المستنقع ونقزوا فيه، الا توماس خاف حيت شاف واحد تمساح كبير تما. بقى واقف تما حتى وصلوا عليه الكلاب وشدوه الكلاب حتى وصلوا الحراس. فاصل قال لي يا تقول لي فين غادي بيتر وصحابه يا نصفيها ليك. توماس خاف وعاود كل شيء. هنا فاصل قال ليه انت دابا وليتي حر ويمكن لك تمشي. ملي تم غادي قاطع المستنقع تيرا فيه قتلو. في هذا الوقت بيتر قال صحابه كلش الطريق باش ما يقدروش يشدونا كاملين. كل شيء عجبته الفكره وداروا بكلامه. وبيتر كان مقصح بزاف من الضربه اللي جاتو في رجله، ولكن كمل طريقه حتى وصل لواحد الدار شرب بلا ما يشوفوا شي واحد. وملي تم غادي دا معاه واحد ليزار ابيض. تما قشعت واحد البنت صغيره ومشات ضربات جرس الانذار حيت شافت عبد هارب. فاصل سمع صوت الجرس ومشى جهه الدار،
البنت كانت واقفه كتنعت ليه على الطريق اللي مشى منها بيتر في هذا الوقيته كان كيحزم الضربه ويكمل الجري وسط الغابه. من بعد ما ضرب واحد المسافه حط هذاك ليزار تحت واحد الشجره باش كلاب يشموها ويجوا تما وهكا يتلفهم ويقدر يهرب بيتر. وصل لواحد المستنقع كبير والكلب وصل ليزار اللي فيه الدم وفاصل شاف واحد التمساح كبير في المستنقع وتاكد باللي بيتر مازال مقطع المستنقع ومشى يقلب عليه. تما بيتر خرج من تحت الماء وهجم عليه التمساح وجرو تحت الماء وبيتر بقى كيتضارب معاه ودار ليه واحد العصا في فمه ولكن التمساح قدر يهرسها. تما بيتر جبد الموس اللي كان معاه وبدا كيضرب في التمساح لراسو حتى قتله واعتق راسو. وفي نفس الوقت مراته فاقت من النعاس مخلوعه حيت شافت واحد الحلمه خايبه وحسات باللي بيتر في خطر. وبنتها غادا تسول فيها واش مازال غادي نقدروا نشوفوا بابا. قالت ليها اكيد غادي يرجع عندنا وغادي نشوفوه. في الليل بيتر غادي يكون فوق واحد الشجره كيداوي في الجراح اللي دار ليه التمساح وكيتفكر في وعده اللي عطاه لولده باللي غادي يرجع ليهم باي طريقه. الشيء اللي خلاه يزيد يكمل طريقه باش ياخذ حريته ويرجع لعند عائلته. الغد ليه الكلب ديال فاصيل داهم للمستنقع البلاصه اللي كان فيها بيتر وتصدموا ملي شافوا التمساح الكبير ميت. هنا فاصيل قال لهم حلوا كرش التمساح نتاكدوا واش كلا بيتر ولا لا ولكن ما لقاو والو. جا الليل وخيموا في الغابه وبقاو الحراس مصدومين كيفاش عبد بحال بيتر ما عارف والو قدر يقتل التمساح. جاوبهم فاصيل باللي العبيد خطر وباللي نتوما اللي ما عارفين والو وكمل هضرته وقال لهم باللي ملي كان صغير بعد ما ماتت امه جابوا ليه مربيه من العبيد وكانت عزيزه عليه بزاف. واحد النهار طلب من بواه يخليها تجلس معاهم تاكل ولكن بواه ما بغاش وقال ليه باللي العبيد طماعه الا كلاو ماكلتهم غادي يولوا باغين ديورهم وغادي يولوا باغين بلادهم وغادي نولوا حنا اللي خدامه عندهم. وملي عرف باللي كنت كنعطيها الماكله بالتخبيه مشى قتلها. تما فهمت باللي خاصهم يتعاملوا مع العبيد بدون رحمه. والغد ليه بيتر ناض شد طريقه وسط الغابه ودار الغيس عليه باش كلاب ما تقدرش تشم ريحته. طلعت الشمس وشد طريقه حتى لقى وسط الغابه واحد المبنى خشبي فوق من واحد الشجره وشرب حيت كان فيه العطش بزاف ولقى العافيه مازال شاعله. سخن الموس وبدا كيكوي في الجراح اللي فيه وهز الزمر في الصندوق وطلع في واحد الشجره حيت كانت فيها واحد الكبه ديال النحل وطير النحل بداك الدخان. وهكا بيتر خدا العسل ونزل. ملي نزل ركب واحد الباطو صغير وتما غادي فيه. تما فاصيل شاف الدخان وشك باللي بيتر كاين تما. مشى تما ولقى الاثار ديال الدم وعرف باللي بيتر مازال عايش وقرر باش يقتلو. وفي هاد الوقيته في الفيرما ديال القطن واحد من الحراس غادي يقول لمرات بيتر باللي شراك واحد اخر وغادا تمشي بلا ولادك. بدات كتبكي وحسات بالقهره والحقره وقالت لبنتها غادي تخدمي الماكينه ديال القطن وانا غادي نحط يدي تقطع تما وهكا غادي نبقى معاكم حتى واحد ما غادي يبغي يشري وحده مقطوع عليها يدها. هنا بيتر وصل وسط الغابه وتلاقى بصاحبه جون ولكن جون كان خايف ومخلوع عليه يكونوا الكلاب تابعين بيتر. هنا بيتر اكد ليه باللي حتى واحد ما تابعه وخدا واحد البصله من الارض وقال جون يدهن بها راسو باش الكلاب ما تقدرش تشم ريحته. جون ما بغاش وشدوا الطريق واحد اللحظه كيسمعوا الكلاب كتقرب منهم. بيتر تلم وسط من واحد الشجره وجون طلع الفوق ولكن الكلاب شمات ريحته وشافوه الحراس وقال لهم والله لا رجعت لهذيك العيشه ديال الدل والقهره وبدا كيهددهم بواحد الفرد اللي كان عنده ولكن هما تيراو فيه وطيحوه من فوق الشجره. في هذا الوقت جا فاصيل وسولوا على بيتر. جون ما بغاش يبيع بصاحبه. فاصيل تعصب بزاف وقطع ليه راسه باش يكون عبره للاخرين. بيتر بقى فيه الحال بزاف ومصدوم داكشي اللي وقع لصاحبه وش الطريق وحده حتى واحد اللحظه كيبانوا ليه مجموعه ديال الخيل هربانين وشاعله فيهم العافيه وجايين من جهه واحد الدار كبيره اللي حتى هي شاعله فيها العافيه. دخل بيتر للدار ولقى كل شيء ميت وبان ليه القص فوق الطابله. مشى بدا كياكل بالزربه حيت شحال ماكله وسمع الصوت ديال واحد العبده باقا عايشه. هزها وخرجها برا باش يعتقها ولكن كانت حالتها صعيبه وعطاتو واحد السلسله ديالها باش تحميه. تما وقف عليه واحد من الحراس ديال فاصيل وقال ليه يلوح الموس اللي عنده ويبعد من البنت. تما بيتر بدا كيطلب فيه باش يجيب ليه الماء باش يشربها ولكن البنت ماتت. بقى يشوف فيها بيتر وبقى فيه الحال بزاف. تما قاد السلسله اللي عطاتو وسط من يده حيت كانت مقره بحال الموس وضرب بها الحارس قتلو وخدا ليه السلاح اللي قتل به الحارس الثاني وهرب من تما. جا فاصيل لقى الحراس ديالو ميتين زاد حقد على بيتر وقال من هنا حتى نقتلو. بيتر هنا غادي يكون وسط الغابه كيتسنى في الكلب يلقاه. ملي شافوا الكلب تما غادي يجري بيتلا عليه. بيتر تيرا فيه وقتلو. فاصيل وصل الغابه ولقى كلبو مقتول زاد سخط على الوقت كثر وبقى كيقلب على بيتر وسط من الغابه. الغد ليه بيتر غادي يكون غادي وغادي يلقى شي عساكريه مقتولين بسبب الحرب وعرف باللي قرب من المدينه اللي غادي ليها. يلاه ناض غادي وصل عليه فاصيل وشبعوا عصا وجبد الماكله ديال الكلاب وقال لبيتر ياكلها ويبقى يطلب فيه باش يسمح ليه ولكن بيتر ما بغاش. تما فاصيل جبد سلاحه وقبل ما يقتل بيتر غادي يتيري فيه شي واحد يقتله.
تما خرجوا شي عساكريه من جبهه التحرير وهما اللي عتقوا بيتر وعطوه الماء، ولكن بيتر من كثره العيا اللي فيه غيب. ملي فاق لقى راسو في مخيم العلاج وشاف باللي العسكر كيعاونوا الناس وكيتعاملوا معاهم مزيان، ومشى بيتر باش يقيد معلوماته في السجلات. تما قال ليه الضابط راك مازال ما وليتي حر وقدامك اختيار من جوج، يا اما تخدم معاهم في الفيرما ديال جيش التحرير، يا اما تولي عسكري في جيش التحرير اللي دار رئيس لينكولن، وهذيك الوقيته غادي يولي حر تماما. تما اختار بيتر يولي عسكري، وبالصدفه شاف صاحبه جوردن مهلوك، قال ليه بيتر يكون هاني دابا ما بقاش عندك مناش تخاف. من بعد الضابط كاي اللي اعتق بيتر عرفوا على جوج مصورين وقال ليه هادو هما اللي كيقولوا للعالم شنو كيوقع للعبيد وكيفاش كيعذبوهم. بيتر وافق باش يصور معاهم ويصور اثار التعذيب اللي في ظهره، وهنا كاي دا عند القائد وبدا كيسولو فيه على السكه الحديديه اللي كيبني فيها العدو ديالهم. بيتر عاود ليهم على كاع داكشي اللي عرف. تما القائد قال بيتر علامات التعذيب اللي فيه كثيره بزاف، وهذا الشيء كيعني باللي ما كتسمعش الهضره وما خدامش يكون معنا واحد ما كيسمعش الهضره في حالك في الجيش. بيتر هضر وقال ليه باللي ما كانش راضي يبدلوا القهر داك الشيء علاش كان كيعذبوه بزاف. تما قال ليه القائد يلا مرحبا بك معنا في الجيش. كاي جمع العسكر وقال لهم باللي كيحاربوا على قبل حريتهم وحريه ابائهم وابنائهم وعائلاتهم، وبدات الحرب ضد الاعداء اللي كانوا اكثر من بيتر وصحابه وعندهم بزاف ديال المدافع. واخا هكاك بيتر وصحابه ما تفاكوش، واحد اللحظه مات كاي، وهكا بدات حمله تحرير العبيد من كاع المزارع اللي كاينين في امريكا حتى وصلوا للمزرعه اللي فيها مرات بيتر وولاده. قتلوا مول الفيرما اللي كان ظالم وكل شيء فرح. بيتر تما مشى لدارو ما لقى حتى واحد، وبقى يقلب حتى بانوا ليه مراته وولاده وسط من بنادم جرى لعندهم. وفي هذا الوقت كل شيء كان فرحان باللي حتى واحد منهم ما مات وكل شيء باقي حي. وهنا سالا فيلمنا، ما تنساوش جيمو ابوني وشي كومونتير زوين وتهلاو ليا في راسكم، ونشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله.